كتر الوجبات وتقسيمها على مدار اليوم من 4 ل 6 وجبات، ولكن تكون غنية بالبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة والألياف، وتكون مقسمة على مدار اليوم. تمام، ده بيساعد الجسم في زيادة الميتابوليزم أو زيادة معدل الحرق. السلام عليكم ورحمة الله. يوتيوب، حلقة جديدة. النهاردة أنا جاي أكلمك في موضوع مهم جدا ليه علاقة من الآخر بزيادة الوزن ونقصان الوزن. بمعنى أصح، إزاي إن أنا أخس، إزاي إن أنا أزيد في الوزن. في نقطة مشتركة حابب إن أنا أقولها لك، وهي مش عارف هي عدم ثقافة عند بعض من الناس، ولكن هي بمعنى أصح الناس واخدة عنها فكرة غلط، وهي إن أنا عشان أزيد في الوزن فأنا محتاج آكل كتير، أي أكل، أشيل اللي قدامي كله. وعشان إن أنا أخس أو أنزل في الوزن محتاج إن أنا أحرم نفسي وإن أنا ماكلش وما أدخلش أي سعرات وما أدخلش أي حاجة، فبالتالي أنا كده هخس. دي معلومة خطأ تماما، خصوصا عند الناس اللي محتاجة تخس. انت علشان تخس لازم تعمل حاجة اسمها عجز سعرات. طبعا احنا متفقين عليها ان انت ما يكونش في عندك سعرات متبقية في جسمك يحولها لدهون. هديك مثال بسيط جدا. انا دلوقتي جسمي النهاردة محتاج مثلا لنسبة الكارب معينة دي، ونسبة البروتين ونسبة الفات. انا لو اديته اكتر ما هو محتاج، الاحتياج الزيادة هيروح كله على الدهون، فهيتخزن في شكل دهون. طب انا اديته بالظبط، وزني هيفضل زي ما هو ثابت. انا اديته اقل، وزني هيبتدي في النزول. ولكن في مشكلة هنا، لو انت نزلت السعرات زيادة عن اللزوم فهو جسمك كده هيبتدي ياخد الطاقة من العضلات، فاللي هينزل عندك هي العضلات مش الدهون. فدي كده مشكلة، لان ساعتها هتحس بمشاكل صحية، وهي مثلا ممكن تساقط الشعر، الضعف العام، ضعف العضلات بصورة عامة كمان، الدوخة. ما انت صحيا ما بقتش كويس. هي اللعبة احنا دلوقتي انا عايز ابقى صحي، انا عايز انزل في الوزن ولكن بطريقة صحية. تعالى افهمك واحدة واحدة ازاي ان انت لما تاكل كتير هتخس. واحدة واحدة. اول حاجة عشان تبقى فاهم، في حاجة في جسمك اسمها الميتابوليزم دي معدل الحرق. في بعض من الاسباب بتخلي معدل الحرق بيقل، وهي ان انا ما باكلش كتير. بمعنى اصح ما بقسمش وجباتي واكل كذا وجبة في اليوم، لان تكرار الوجبات او كثرة الوجبات النظيفة، ان انا بقسم وجباتي بطريقة نظيفة وان انا امد جسمي بالاحماض الامينية اللي هو محتاجها على مدار اليوم، فده بيساعدني جدا في زيادة معدل الحرق. فبالتالي كده دي نسبة طردية يعني ما بين معدل الحرق ونقصان الوزن. فانا لما ازود وجباتي معدل الحرق بيزيد، معنى كده الميتابوليزم عندي بقى عالي. تمام، فمعنى كده ان انا هنزل دهون وازيد عضلات. في نقطة تانية مهمة جدا، وهي انك انت لازم تتمرن تمارين المقاومة وتمارين الكارديو. ليه بقى؟ تمارين المقاومة هي تمارين الحديد. انا لازم ابني عضلات. ليه؟ لان خد شرط تاني في زيادة معدل الحرق عندك، وهي ان تكون عندك نسبة عضلات كويسة. وكل ما بتزيد نسبة العضلات بتاعتك كل ما الميتابوليزم بتاعك بيعلى. طيب انا كده يا كوتش انا تهت منك. انا عارف انا قلت لك كلام كتير قوي وانت حاسس ان انت بدأت تتوه مني. انا هجيب لك الخلاصة. ان هي بتقول لك ان كتر الوجبات وتقسيمها على مدار اليوم من 4 ل 6 وجبات، ولكن تكون غنية بالبروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات المعقدة والألياف، وتكون مقسمة على مدار اليوم. تمام، ده بيساعد الجسم في زيادة الميتابوليزم أو زيادة معدل الحرق. فبالتالي بعد زيادة معدل الحرق أنا هبتدي إن أنا أنزل دهون، بجانبها هبتدي ان انا العب تمارين المقاومة. ففي من جانب انا بزود معدل الحرق عندي بزيادة كميات الاكل، ومن جانب تاني بزود معدل الحرق بزيادة العضلات، لان كل ما زادت الكتلة العضلية كل ما زاد معدل الحرق وقلت نسبة الدهون. طب ده هنا يا كوتش الناس اللي هي طبعا هنا في زون سعراتك. تمام، طبعا هنا انت انت هنا عشان تخس. طب انا عايز ازيد يا كوتش، اعمل ايه؟
اكل الاخضر واليابس واي حاجه قدامي. ساعتها هاجي اقول لك برضو نقطه تانية، ان انت لما تاكل اكل عشوائي غير محسوب السعرات مش نضيف، تمام، فتلات ارباع الاكل يكاد 80 ل 90% هو ممكن يروح فضلات. جسمي مش محتاجه، هو جسمك بيقعد يدور في الاكل عن العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها. طب انت دلوقتي انا اكلت مثلا اكله مليئه بالعناصر ومليئه بتقول كده ايه، فيها وصفات كتير قوي، فالمعده ما قدرتش ان هي تنتقي كل حاجه هي عايزاها، فهو بقى 80 90% من الوجبه راح فضلات وجزء دهون وجزء مش عارف ايه وجزء 2 3% انت استفدت بيه. طيب هنا انا برضو بعمل مشكله في معدل الحرق عندي، الميتابوليزم، ان انا بعك وبزيد دهون والعضلات قليله، فبالتالي معدل الحرق عندي مش كويس، تمام. فاللي هو انت برضو عشان تزيد في الوزن محتاج ان انت تاكل وجبات كتيرة على مدار اليوم متقسمة، وتمد جسمك بالاحماض الامينية اللي هو محتاجها على مدار اليوم، وتدخل تمارين المقاومة اللي هي تمارين الحديد وتمارين الكارديو. كارديو تجري هتزيد في الوزن، لان ساعتها انت بتشتغل على اللياقة القلبية التنفسية الكارديو فاسكولار سيستم. هنا انا عضله القلب عندي شغاله اللي هي بتضخ الدم لجميع انحاء الجسم، تمام. هنا عندي معدل الحرق بدا يتظبط ويبقى في العالي، وطبعا كل ما معدل الحرق بيعلى كل ما انا هقدر ازيد عضلات واقل دهون، وده شيء مفيد جدا طبعا، وانا مهم للناس اللي محتاجه تزيد. هو مش محتاج يزيد دهون، هو اصلا لو زاد دهون دي مشكله. بس يبقى الخلاصه عندنا ان انت لو محتاج تقل في الوزن، محتاج تخس، هتحتاج ان انت تاكل وتتمرن، تاكل اكل نظيف متقسم على مدار اليوم، غني بالكربوهيدرات المعقده وغني بالعناصر والفيتامينز والمعادن والالياف والدهون الصحيه، ومقسم على مدار اليوم، وتلعب تمارين المقاومه والحديد. محتاج ان انت تزيد في الوزن، برضه هتحتاج تقسم وجباتك، ولكن الفرق ما بينك وما بين الشخص اللي هو الاولاني اللي محتاج يخس هي ان انت هي الوجبات ولكن بصوره اكبر شويه، بس فقط لا غير، نفس الوجبات النظيفه نفس كل حاجه. هنا معدل الحرق هيزيد وهنا معدل الحرق هيزيد، هنا نسبه العضلات هتزيد فهتقلل من نسبه الدهون، وهنا نسبه العضلات هتزيد فهتقلل من نسبه الدهون، فانت كده استفدت. عشان ما اطولش عليكم يعني، دي نقطه حبيت ان انا اوضحها لكم، تمام. وهي الفرق ما بين انت ازاي تزيد في الوزن وازاي تخس، تمام. وفي ناس فعلا كتير واخده الفكره عنها غلط، ولكن دي الخلاصه بتاعت الموضوع. ما تقلقش من ان انت تاكل، ما تحرمش نفسك من الاكل، ما تاكلش اي حاجه وخلاص عشان تزيد في الوزن، وما تاكلش حاجات معقده في الاكل، يعني زي مثلا المكرونه البشاميل والحاجات اللي هي بيبقى فيها مكونات كتير. ما تاكلش حاجه فيها مكونات كتير، المعده ما بتعرفش تتعامل معاه. بس ولحد كده خلصت حلقتنا، تمام. ولو عجبك الفيديو لايك سبسكرايب اشتراك يعني، واكتبوا لنا في التعليقات يعني حبيت تتكلموا في انهي موضوع، وانا هتكلم فيه بصوره مبسطه كده وشرح بسيط، وان شاء الله يعني الكل يستفاد، واتمنى يكون الكل استفاد من النقطه دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.